السلام عليكم، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو بتاع النهارده هنعمل مع بعض اكله من ألذ واجمل الاكلات اللي الشعب المصري كتير جدا منه بيحب يعملها، خصوصا في فصل الشتاء. هنعمل في الفيديو ده المفتقه، وهنجاوب على كل الاسئله اللي جاتني قبل كده لما عملت الفيديو ده السنه اللي فاتت. المفتقة من الحاجات الجميلة جدا جدا اللي احنا دايما بنعملها في فصل الشتاء من زمان قوي، علشان طبعا اساس المفتقة العسل الاسود. والعسل الاسود ده هو مصدر للطاقة اللي بيساعد كمان ان احنا نتدفى في فصل الشتاء، غير بقى الفوائد الكتيرة جدا جدا اللي موجودة في العسل الاسود، وكمان في الحاجات التانية اللي احنا هنضيفها عليه لما نيجي نعمل الوصفة بتاعت النهاردة. يلا نبدأ في الفيديو ونسمي بسم الله. اول حاجة كده هنبدأ بالمحوجة او قرطاس المفتقة اللي احنا بنروح نشتريه من بره، وزي ما انا معوداكوا دايما احنا بنعمله في البيت من غير بقى ما نعذب نفسنا ونروح ندور عليه ما نلاقيهوش. انا جايبه معلقتين كبار من اليانسون ومعلقتين كبار من الشمر، وزي ما انتوا شايفين كده انا بنقيه، وبعدين هدفيه بسيط جدا على النار لمدة مثلا ثواني، وبعد كده ضربتهم كويس جدا في المطحنة او في الخلاط او في الكبة. المهم ان انتوا تطحنوه كده طحن ناعم، وكمان بعد ما تطحنوه لازم كمان تعدوه كده من على مصفى، هيبقى فيه خشن، الخشن ده احنا مش محتاجينه. بس كمان مش هنرميه، احنا ممكن نعمله كده كمشروب ساخن او ممكن نحطه في المخبوزات. هنحط دلوقتي معلقتين صغيرين من الكركم يكونوا ممسوحين كده مش هرميين. هحط دلوقتي 4 معالق كبار مليانين من المغات. النبات المغات ده يعتبر نبات من الفصيلة القرنفلية كده، وبيتزرع طبعا، واحنا بنستخدم الجذور بس بتاع نبات المغات لان هو فيه الفايدة مش الاوراق ولا الزهور. عايزه اقول لكم ان المغات ده بيختلف من سعره من مكان للتاني، ولما تيجوا تشتروه مش شرط خالص يعني في الوصفه دي ان انتوا تروحوا تشتروا مغات غالي جدا. المهم ان انتوا لما تقولوا للعطار احنا عايزين مغات تقولوا له احنا عايزين مغات مش متضاف عليه اي اضافات، لان هم طبعا بيحطوا عليه اضافات كتير عشان يبقى مشروب جاهز. خلاص كده، تعالوا بقى نبدأ في الخطوة التانية. هنجيب حلة تكون كبيرة شوية علشان هي دي اللي هنسوي فيها المفتقة بتاعتنا. هحط في الحلة دي قد ايه؟ هحط كده حوالي 4 كيلو إلا 200 جرام من العسل، يعني 3 كيلو 800 جرام. طب احنا يا نعمة ما ينفعش نستعمل ال4 كيلو كلهم؟ اه طبعا ممكن، بس انا علشان الامانة انا قلت لكم ان انا واخدة من البرطمان التاني ده شوية كده، وزنتهم حوالي 200 جرام من العسل. يبقى انا حطيت المقدار الاجمالي 4 كيلو إلا 200 جرام. هحط بقى على المقدار ده قد ايه؟ كوبايتين من الحلبة المطحونة. وعايزة اقول لكم على حاجة مهمة جدا جدا، واجابة سؤال يعني اتكرر جدا في التعليقات لما عملت الوصفة دي قبل كده. السؤال اللي جالي ان الحلبة الموجودة في المفتقة بتبقى مررة، دي اول حاجة. تاني حاجة ان هي بتخلي لما الواحد ياكل مفتقة كتير بتخلي ريحة الانسان اللي بياكلها او الشخص اللي بياكلها مش حلوة خالص، ريحة عرقه مش حلوة خالص. فانا عايزة اقول لكم ازاي نتفادى الموضوع ده خالص، وكنت جاوبت عليه كمان في التعليقات. اول حاجه، انا جايبه الحلبه دي 4 كيلو، غسلتها كويس جدا ونشفتها وحمصتها في الفرن. بعد ما نشفت كويس جدا حمصتها حوالي ربع ساعه، وبعد كده بردتها واخدتها عند العطار طحنها لي طحن ناعم زي ما انتم شايفين. وبعد كده طبعا زي ما انتم شايفين انا بنخلها، كل كوبايه من الحلبه هيطلع لي حوالي معلقه خشنه كده، انا هركنها على جنب. يلا نرجع بقى للسؤال، ليه انا بقى حمصتها وعملت الموضوع ده كله في المفتقه؟ لان احنا لما بنحمص المفتقه شويه في الفرن ده بيخليها ملهاش ريحه قوي قوي لما الواحد يجي يشربها، يعني بتاثرش جدا على ريحه العرق. وهنقول كمان في اخر الفيديو ازاي نتفادى تماما ان احنا لما ناكل المفتقه ريحتنا يعني تبقى كويسه عادي، ما تبقاش وحشه وما تاثرش علينا خالص. لكن دلوقتي هنقلب الحلبة كويس جدا جدا مع العسل، تقليب كويس قوي يختلطوا مع بعض، وهنركنهم على جنب كده واحنا مغطيين الحلة لحد ما هكمل معاكم بقية الوصفة. تقدروا طبعا تستعملوا نص مقدار العسل ده، وتقدروا تستعملوا ربعه بس. واقول لكم طبعا المقدار اللي بيطلعه لنا قد ايه والكميه ما شاء الله قد ايه. وعايزه اقول لكم ان احنا بنعملها مره واحده بس في موسم الشتاء، يعني مش بنعملها طول السنه، لان طبعا صعب جدا ان احنا ناكلها في فصل الصيف. وفي الاخر طبعا هقول لكم فوائدها الكتيره جدا جدا اللي احنا بنحصل عليها من المفتقه. بصوا بقى اختلطوا مع بعض كويس جدا. خلاص كده هنركنهم على جنب وهنبدأ في الخطوة اللي بعد كده. طاسة على النار
وهنحمص فيها او هنسخن كويس جدا المكسرات بتاعتنا. انا جايبه كوبايتين من السوداني وكوبايتين من السمسم، لكن مش هنضيف السمسم دلوقتي طبعا علشان ما يتحرقش. السوداني بتاعي كان نص تحميصه كده وكان في التلاجة طبعا، طلعته وبعد كده هبدأ بقى اقلب فيه باستمرار، وممكن تدخلوه الفرن زي ما انتوا عايزين لحد ما يبقى اللون ده ويسخن كويس جدا. اول ما يبقى لونه ذهبي كده انا هحط عليه السمسم. السمسم انا جايباه ني، وانا عايزاه في المفتقه ني. لو انتوا عايزينه سمسم محمص مفيش مشكله، لكن انا بحبه ني علشان لما اقلبه مع السوداني كده يعني يبدا يطلع ريحته وما ياخدش لون زياده. لو انا جايباه محمص انا بس عايزاه لونه كده ذهبي خفيف جدا جدا. في حله تانية على عين بوتاجاز تانية جنبي حطيت حله وهحط فيها دلوقتي كوبايه ونص من الزيت، وما شغلتش النار دلوقتي خالص. هقول لكم هنحط عليها ايه. كل الشغل بنفس المج، هتشتغلوا بنفس المج من الاول. كوبايه ونص من الزيت، هنحط عليهم كوبايه ونص من الدقيق المنخول، انا بنخله كده زي ما انتوا شايفين. وبعد بقى ما نخلنا الكوبايه هننخل النص كوبايه دي وهنعمل زي البشاميل كده. لكن طبعا محدش يقول لي هنحط سمنه، ما ينفعش ابدا نستبدل الزيت بالسمنه، دي وصفه كده من قديم الازل، يعني لازم نمشي على الوصفه بالظبط بكل حذافيرها، وما نحاولش نغير اي حاجه فيها ولا نضيف حاجه الا يعني في البهارات، في حاجات بسيطه جدا، لكن في حاجات اساسيه ما ينفعش تتغير. بعدين هنقلب بقى الدقيق والزيت كويس، وبعد كده هرفع بقى درجة الحرارة شوية علشان الزيت بتاعنا ياخد الدقيق بتاعنا ياخد لون. زي ما هتشوفوا معايا هتلاقوا بقى كده فوران وهياخد لون. هقول لكم دلوقتي هنضيف ايه على خليط الزيت والدقيق مع بعض. طبعا انا متابعة المكسرات بتاعتي على نار هادية، واول ما احس انها سخنت جدا والسمسم بتاعي اخد لون حلو جميل هطفي عليها كده وهسيبها على النار برضو جنبي، علشان انا هحتاج ان انا اضيفها دلوقتي زي ما انتوا شايفين كده. وبعد مرور تقريبا 6 دقايق او 7 دقايق بصوا اللون، الدقيق بتاعنا لونه بقى يعني ذهبي وفار عمل فوران زي ما انتوا شايفين كده. خلاص في المرحلة دي انا هضيف المكسرات بتاعتي. عايزين تزودوا مكسرات عن كده، عايزين تحطوا بندق، اي مكسرات تانية زي ما انتوا عايزين براحتكم. وكتير مننا طبعا عارف في الفوائد الكبيرة جدا الموجودة في السمسم وكمان السوداني، وان شاء الله لو عندي وقت باذن الله هكتب لكم كل الحاجات وكل فوائد الوصفه دي تحت الفيديو باذن الله. قلبت كده المكسرات مع الدقيق والزيت كويس جدا لمده بس نص دقيقه. هحط دلوقتي بقى قرطاس المفتقه او المحوجه اللي احنا حضرناها مع بعض، هنحط منها 4 معالق كبار، هي اصلا هتطلع حوالي 4 معالق مليانين كبار. هنحط المقدار كله وهنبدا نقلبهم كده مع بعض. على عين بوتاجاز بقى تانية هحط عليها حلة العسل دلوقتي، علشان طبعا انا محتاجة ده يبقى سخن والعسل كمان يبقى على النار. شغلت عليه النار وبدأت اديته تقليبة بس كده. نرجع بقى للمكسرات بتاعتنا اللي محطوطة على الزيت والدقيق بتاعنا، هنقلبهم كده مع بعض لمدة 5 دقايق. والريحة جميلة جدا جدا، مش قادرة اوصف لكم ريحة جميلة ازاي. الحاجات اللي احنا بنحطها على المفتقة من البهارات اللي احنا بنستعملها واحنا عارفين احنا حاطين ايه، بتميز المفتقة بتاعتنا جدا وبتخلي ريحتها حلوة قوي وكمان طعمها حلو جدا جدا. هنحطهم بقى دلوقتي بعد ما قلبتهم 5 دقايق، هحطهم على العسل بتاعي اللي انا طبعا مشغلة عليه النار. وفي المرحلة دي انا مش هسيب طبعا اي حاجة في الحلة. اهم خطوة هنا ان احنا نفضل نقلب في المقدار بتاعنا او المفتقة بتاعتنا دي على نار كده متوسطة، يعني احنا مش هنهدي النار دلوقتي، على نار متوسطة يعني مرتفعة حاجة بسيطة. هنقلب بقى كده يختلطوا مع بعض كويس جدا وتبدأ تغلي، وهوريكم شكلها طبعا في كل المراحل. اول مرحلة ليها هي مش هيبقى في اي تغيير خالص، تبدأ تسخن وبس. وهنشوف بقى كده ان المكسرات اختلطت خالص مع العسل مع التقليب. بعد كده بعد مرور 10 دقايق هيبدأ المقدار ده يغلي وتبدأ الجوانب تطلع كده زي ما هتشوفوا معايا دلوقتي في الفيديو اللي جاي ده. بصوا الجوانب بدأت تطلع، فالمكسرات بدأت تنزل لتحت. هنبدأ برضو نقلب، فاحنا كده بنتابع في أول 10 دقايق، مش متابعة مستمرة، يعني أنا عيني عليها ومخليه النار عليها متوسطة لكن مش متابعة مستمرة. امتى بقى أتابع متابعة مستمرة وما سيبش الحل خالص؟ في المرحلة دي، يعني بعد مرور 10 دقايق كده من الوقت لازم نتابع ونقعد نقلب ونخلي النار متوسطة برضو، لسه مش هنهدي دلوقتي.
بقلب باستمرار ليه؟ لان ممكن تتلسع معايا من تحت، ممكن تفور وتغلي وتدلق كده من الحله او تتكب من الحله. فلازم نخلي بالنا جدا، المقدار بيرتفع وبيغلي بسرعه جدا، وممكن في ثانيه تلاقوه على البوتاجاز، فخلوا بالكم جدا. بنقلب بقى كده. بصوا بقى المقدار بدأ يطلع لفوق ازاي في المرحله دي، واول ما يبدأ يبقبق جدا فانا هخلي النار كده هاديه مع التقليب، وهجيب الجوانب كل مرة. بصوا زي ما انتوا شايفين المعلقة كده هيبدأ بقى يعلم فيها الخليط بتاعنا ده مش معناه ان هي استوت، مش مجرد ان هي تتقل معايا شوية اقول خلاص كده مدة السوا خلاص بقت مظبوطة. لا، هقول لكم هي هتاخد معايا قد ايه وهيبقى شكلها عامل ازاي. بنعمل خط في النص ونبدأ نخبط كده. بصوا الخط ما بيخشش على بعض ابدا. عدى قد ايه من الوقت؟ حوالي 30 دقيقة. يعني اظبطوا التايمر كده، نص ساعة هتعدي. بعد النص ساعة من التقليب هحط دلوقتي ربع معلقة صغيرة من ملح الليمون او عصير نص ليمونة. وطبعا المقدار ده عايز عصير نص ليمونة كده يكون كبيرة شوية. فلو مش عندنا ليمون هنحط ربع معلقة صغيرة من ملح الليمون. عندنا ملح ليمون خلاص. بعدين هنقلبهم بقى كده، هتاخد معايا حوالي 3 دقايق او 5 دقايق بس تقليب. وبعد كده هقول لكم كمان القوام بتاعها بيبقى عامل ازاي. يعني اجمالي التسويه بتاعتها 35 دقيقه ومش هتاخد مني اكتر من كده، مع التقليب والمتابعه المستمره. بصوا اللون اتغير طبعا، والمقدار كمان قل حاجه بسيطه، والقوام اتظبط معايا جدا. والريحه بقى، الريحه يعني ماليه المكان، ريحه جميله جدا. قفلت عليها النار كده علشان اختبرها معاكم. بصوا انا خدت نقطة كده من على المعلقة وبحطهم بين ايديا الاتنين. بصوا المطة الجميلة دي، ده معناه ان خلاص المفتقة بتاعتي لو اخدت منها شوية في طبق وسبتهم كده دقيقة واحدة الاقيها تماسكت خالص. وهي سخنة بيبقى قوامها خفيف خالص زي ما انتوا شايفين. هبدأ دلوقتي كده وهي سخنة والبرطمانات معقمة احطها في البرطمانات الازاز. طب لو انا عايزة احفظها في برطمانات بلاستيك، ما عنديش برطمانات ازاز، مفيش مشكلة. لكن مش هنحطها دلوقتي، هنستنى بس لما تهدى او تبقى دافية خالص خالص. مش هنستنى لما تبرد. ليه؟ لان انا لو استنيت لما المفتقه تبرد وبعدين عبيتها في البرطمانات البلاستيك هتمسك معايا جدا، وهيبقى صعب قوي ان انا اطلعها من الحله. انا عندي برطمان دوت بياخد 2 كيلو، والبرطمان الصغير ده بياخد حوالي نص كيلو. وبعدين هنحط بقى الباقي في البرطمانات البلاستيك اللي هتشوفوها معايا دلوقتي. بصوا بقى ما شاء الله المكسرات بتاعتنا اختلطت تماما جدا مع العسل، والريحه والطعم حلوين جدا جدا. وده المقدار اللي انتوا اللي احنا عملناه النهارده. هو ده المقدار كله، برطمان كبير وبرطمانين صغيرين والطبق ده كمان، والبرطمان اللي هو نص كيلو اللي انا بطلع منه ده قوامها وهو سخن. وكمان هوريها لكم تاني يوم لان زي ما عودتكم بوريكم الحاجه تاني يوم. بصوا القوام وهو سخن متماسك ازاي. بس طبعا ممكن يقع من المعلقه عادي، يعني بعد نص ساعه كده ويبدا يبرد بيبدا بقى القوام يتقل ويبقى فيه مطه كده جميله. بجد جميلة جدا، أكلوها لأولادكم لأن هي طبعا معمولة من العسل، والعسل طبعا بيمنع الأنيميا ومفيد للعظام والأسنان بالنسبة للأولاد وكمان الكبار. ازاي نتفادى بقى ريحة العرق؟ قلت لكم في آخر الفيديو هقول لكم ان احنا طبعا الموضوع بتاع تحميص الحلبة ده مهم جدا. تاني حاجة ان احنا بنشرب بعد ما بناكلها، بنشرب كمية مية كبيرة جدا، وبناكل كمان معاها أكل صحي، خضروات وحاجات تانية بعد ما بناكلها. وكمان النظافة الشخصية دي مهمة قوي قوي، ومش قادرة بقى أوصف لكم طعمها بيبقى عامل ازاي وكمان فوائدها. بصوا بقى تاني يوم القوام بتاعها تماسك ازاي. هنقلب البرطمان كده ومش هيتكب خالص، بنطلعها من البرطمان بالعافية. حاولوا تاكلوا منها، خصوصا الكبار ياكلوا منها باعتدال، لان هي طبعا سعراتها الحرارية كبيرة جدا جدا. يبقى احنا نهتم بالاشخاص اللي هم عندهم انيميا، خصوصا الاولاد، مفيدة جدا جدا للاولاد. كمان عايزة اقول لكم على ملحوظة مهمة، البهارات اللي احنا بنضيفها ما ينفعش ان انتوا تقللوها او تستبعدوها، لان هي كمان بتخلي الحلبة بتاعتنا ما يبقاش ليها ريحة خالص خالص في المفتقة. يعني ما بتأثرش ابدا علينا مهما كلنا منها. الوصفة ناجحة 1,000,000%. عملتها كتير معاكم وكل اللي جربها شكرنا عليها، لان هي نجحت معاه من اول مرة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عندكم اي استفسار او سؤال انا بجاوب عليه. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد، وانتظروني فيديو جديد. السلام عليكم.